السلام عليكم. في البدايه كده انزل ادينا لايك، قبل اي حاجه ادينا لايك. اتكلم معاكم على السريع كده عن اسباب فوز الاهلي بخمس اهداف. طبعا فوز الاهلي على بلديه المحله بخمس اهداف بدون شغل المعلقين الكبار والتحليلات العميقه والغوص الدفين جوه الخطط والتكتيكات والافلام والمواويل والروايات القصص الكبيره قوي ديت. نقول لك كام نقطه كده على السريع. احنا بعينينا كمشاهدين كمتفرجين مش كمحللين، كمتفرجين شفناه. الاهلي غلب خمسه مش لانه فريق جبار، لا ابدا، ده مش قصدي اقلل من الاهلي، بس عاوزين نحط النقط في نصابها. الاهلي فاز بالخمسه ليه؟ لانه لعب قصد مدرب مش عارف حاجه، مدرب بتاع بلديه المحله احمد عبد الرؤوف مش عارف حاجه. نفس الخطه اللي بيلعب بها كولر، اللي هو بيعمل بها باصات طويله سروهات طويله بتخلي اللعيب يقرب من الجون. هو نفس الخطه كولر بيلعب بها من زمان، وهي دي اللي جاب منها 3 اجوان. يبقى كولر ما جابش حاجه جديده، المشكله كلها في مدرب البلديه هو اللي قديم ومش عارف حاجه خالص، مش متابع. هو زملكاوي بيفكرني باسم مرسي، انا بقول مش متابع على اخبار المنتخب. في مدرب عاقل في الدنيا يلعب قصاد الاهلي ويلعب راس براس زي الاهلي؟ يا جدع حرام عليك. فاتح خطوطك كلها ليه كده؟ انت فاتحها شوارع، بس شوارع مش اي شوارع. في شوارع بتبقى ازياء صغيره كده محدش بيعرف يمشي فيها، وفي شوارع تانية بتبقى شوارع واسعه انت فاتحها ما شاء الله، شوارع واسعه على الاخر. احنا لو جبنا اي حد من الجماعه من المتفرجين اللي شاف 5 6 ماتشات للاهلي وجه يحط خطه للبلديه، مش هيلعب بالخطه اللي انت لعبت بيها دي ابدا. عمره ما يفتح ملعبه بالشوارع اللي انت كنت عاملها دي، وانت قد الاهلي عشان تلعب قصاد الاهلي كده ما ينفعش. الحاجه الثانيه، اللعيبه كويسين وربنا موفقهم واستغلوا كل الاخطاء من لعيبه ومدرب البلديه، وطبعا التوفيق كان موجود بشكل كبير. طبعا انا ببارك وهني الاهلي طبعا على الفوز، وكنت اتمنى بدل ما يبقوا 5 يبقوا 15 و20. يبقى الخلاصه اللي عاوز اقول عليها ان الاهلي فاز 5 اللي هي نتيجه كبيره، مش باقدامه بس، باقدامه وغباء الاخرين. غباء الاخرين اللي هم مين؟ اللي هو المدير الفني لبلديه المحله اللي مش قاري خالص الاهلي ولا كولر، مش متابع. بس كده، ده اللي انا كنت عاوز اتكلم فيه واعلق عليه في موضوع فوز الاهلي على بلديه المحله 5-1.